السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بارك لنا فيها. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. النهارده جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد، والنهارده كده هنعمل بقى شوية فطاير كده مع بعض، جمال كده. بصوا قد ايه جميلة وقد ايه مورقة وجميلة. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول ونشوف المكونات ايه. بس عايزة قبل ما ابدأ الفيديو تحطوا اللايك الجميل وتعملوا اشتراك للقناة. معانا هنا كيلو دقيق، هنحط عليه نص معلقة ملح طعام صغيرة. وهنا بقى المية كده طبعا كل نوع دي بياخد المية ايه على ما كده يعني. نحط بقى المية كده شوية بشوية، وكل ما الدقيق يشرب المية نحط مية تاني ونعجن كده. طبعا عجينة الفطير بتعوز لت كتير كتير وعجن كتير عشان تبقى مورقة معاكي وخفيفة وجميلة. زي ما انتوا شايفين كده شوية بشوية مية اهو، كل ما الدقيق يشربه بنحط تاني ونعجن. احنا هنا معانا كيلو الدقيق، اخد كوبايتين ونص مية، اللي هو نص لتر مية يعني. زي ما انتوا شايفين كده اهو، انا كنت هنا حطيت الكوباية التانية. نعجن بقى كده، بس انا مش متملكة في الطبق كويس. هنحط بقى مية كده عشان كل الدقيق اللي فيها يتلم كده بالمية. بعد كده بقى ناخدها نطلعها على الرخامة نعجنها. يلا بقى، عايزة اشوف اللايكات بتاعتكم الجميلة والاشتراك، وتتقوا على كلمة الكل عشان يوصلكوا كل يوم فيديو جديد. زي ما انتوا شايفين كده اهو، نعجن. لازم تتلت حلوة يعني، كويس كويس قوي 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 يعني. زي ما انتوا شايفين اهو. ناخد بقى كده على الرخامة نرص شوية دقيق. بعد كده ننزل بقى بالعجينة دي كلها على الرخامة كده عشان نعرف نعجنها ونتملك فيها ايه نلتها حلو. كل ما تعجني في العجينة حلو وتلتيها، هتيجي تفردها تورق معاكي وتبقى خفيفة وجميلة ومش هتتقطع منك. زي ما انتوا شايفين كده، نعجنها بقى خالص كده اهي. لو عندك عجان بقى بتحط بقى ايه الدقيق والملح، وتنزلي شوية شوية مية كده لحد ما تعجن معاكي، ودي بتبقى اسهل يعني. احنا هنا حاطين طبق صغنون كده فيه شوية مية، بناخد شوية بشوية كده عشان نعجن بيها لحد ما العجينة تتخدم في ايدينا حلوة قوي. هنا عجناها وهنا حطيناها في البولة تاني ودهنا البولة زيت كده. بعد كده حطيناها وحطينا على وشها زيت كده، وبعد كده هنغطاها بكيس نايلون كده لحد بس ما نجهز الحاجة ونرجع تاني. اهي زي ما انتوا شايفين يعني دوبك يعني مثلا ايه، عملت شوية كده. هنمسك بقى نقطعها كده تقرصات صغيرة كده او كور صغيرة. دي على حسب ما انت عايزة الفطيرة قد ايه ومعاكي حجم الصينية قد ايه، او الصاج اللي انت هتدخليه الفرن، او الرخامة اللي انت تفردي عليها العجينة. احنا هنا مش هنكبر قوي، لان الرخامة طبعا على قد ما العجينة تتفرد عليها. هنعمل هنا تقرصات صغيرة كده. طبعا هنكون دهنين هنا الصينية زيت. بس نعمل بقى احنا هنعمل هنا 4 فطرات. احنا هنعمل كله صغير كده، ونعمل 4 تقرصات كبار شوية عشان دي تبقى التقفيلة بتاعة الفطيرة من فوق. خليكم بقى معايا لاخر الفيديو عشان تشوفوا بقى الجمال بتاع الفطير ومورق قد ايه وحلو قد ايه ونفرده ازاي. ادي اهو.
احنا هنا ما كناش سيبنا العجينة ترتاح، بس كده بقى هنسيبها ترتاح مع التقرصة دي، ترتاح وترتفع كده. طبعا مش فيها خميرة ولا حاجة، نسيبها ترتاح عشان نعرف نفردها مع بعض. اهي بعد ما ارتاحت سيبناها تقريبا نص ساعة، واحنا طبعا في جو البرد دوت، يعني من نص ساعة لساعة الا ربع كده عشان تعرفي تفرديها. هنا بقى سيحنا كده سمنة على سمنة بلدي، بس ما حطيتش بقى زيت عليها، انا عملت سمنة عادية مع سمنة بلدي. هندهن بقى الرخامة كده، وناخد بقى التقريصات كده الصغيرة الأول نفردها كده. شوفوا ما شاء الله بتتفرد معانا بكل سهولة عشان مرتاحة خالص وعجنينها كويس قوي، فبتتفرد معانا بكل سهولة. مش بتحتاج بقى نشابة ولا أي حاجة، بتعك ايديكي كده زيت أو سمنة، السمنة دي، ونفردها كده بكل سهولة زي ما انتوا شايفين اهو. كل لما تفرديها وتبقى رقيقة معاكي خالص، كل لما تبقى مورقة والطبقات بتاعتها تبقى حلوة وخفيفة وجميلة. شوفوا ما شاء الله. نحط بقى السمنة عليها كده وندهنها. ناخد بقى الطرف كده اهو، نحطه كده ونجيب الطرف التاني عليه كده، والجنب ده كده، والجنب التاني عليه كده. بس نحط بقى سمنة كده علشان تبقى مورقة. ناخدها بقى ندهن بقى الرخامة كده حبة زيت او حتة سمنة او اي حاجة سايحة كده عشان ما تلزقش بس في الرخامة اهي. طبعا الرخامة طبعا مغسولة ونضيفة وما فيهاش اي حاجة يعني. ناخد واحدة كمان. انا جايه لكم خطوه بخطوه دوت علشان اللي حابب يعمل الفطير دوت يعمله بكل سهوله، ما بياخدش اي حاجه، هما شويه الدقيق والميه والملح وبس. طبعا الزبده او السمنه بتكون موجوده عندنا في البيت يعني. شوفوا ما شاء الله بتتفرد بكل سهوله، يا دوبك تضغطي عليها كده اهي بتتفرد اهي ما شاء الله. شوفوا جمالها ما شاء الله. ناخد بقى اللي احنا عملناها دي نحطها في النص كده، وبرضك نقفل عليها كده. ندهن بين كل طبقه وطبقه كده زبده سمنه علشان تبقى ما تيجي تفردها تاني تبقى مورقه معاكي، ما تلزقش في بعضها اهي. ناخدها بردك نحطها كده في جنب. ناخد بردك التانية، نفردها بردك بنفس الطريقة. ندهن الرخامة سمنة، نفرد خالص. شوفوا ما شاء الله بتتفرد بكل سهولة. انا عايزاكم تجربوا الطريقة دي، بصوا مش هتفكروا تشتروه من بره تاني. بردك نقفل عليها تاني كده. شوفوا خفيفة ازاي ما شاء الله اهي. شوفوا ما شاء الله. نركنها بردك. كل مرة هندهن الرخامة سمنة ونفرد العجينة كل واحدة ورا التانية بتتفرد بكل سهولة. ليه بقى؟ ما انا لتها كويس، عجنها كويس، اخد حقها في العجن حلو. ارتاحت بعد ما قرصناها، ارتاحت معانا خالص اهي، تتفرد بكل سهولة. نقفل بردك على دي كده.
ناخد بقى كمان واحدة، دي هتبقى تقريبا التقفيلة. شوفوا بكل سهولة بتتفرد، مجرد ما تحط ايدك عليها وتمشيها كده شوفي بتتفرد اهي بدون اي تعب ومجهود ولا اي حاجة. واستنونا برضك في فيديو تاني هنبقى نعمل بقى الفطاير المحشية بقى مكسرات من جوه او الجبن واللحوم او كده يعني، نعملها برضك يعني. استنونا في فيديو جديد. شوفوا زي ما انتوا شايفين جمالها ما شاء الله اهي. هنقفل برضك عليها كده. شوفوا كل ما تفردي معاكي كل ما تبقى خفيفة ومورقة وجميلة. يلا بقى، مش مستاهلش لايك في الجمال ده كله؟ عايزة بقى اشوف لايكاتكم الجميلة والقلوب بتاعتكم الجميلة كده. معانا هنا بقى الصاج اللي هيخش الفرن كده ندهنه سمنة، ونحط عليه بقى الفطيرة دي كده ونركنها بقى، نغطيها بكيس بلاستيك كده ونركنها لحد ما نخلص بقى الباقي ونشوف هنعمل ايه. شوفوا ما شاء الله بعد ما خلصت الكمية اهو 4 فطاير. ناخد بقى اول واحدة ابتدينا بيها. هنا كانت السمنة نشفت اوي فدخلتها الفرن بس 5 دقايق كده، وهناخدها بقى. شوفوا بتتفرد بكل سهولة. ندهن وشها كده سمنة، لو عندك قشطة بتهني قشطة. هنفردها بقى خالص بتتفرد بكل سهولة اهي. هنا بقى نكون مولعين الفرن على درجة حرارة 200 لو فرن البوتاجاز. لو فرن الغاز بقى بتولعي من فوق من تحت كده من الجناب وبتسويها عليه. ما بتاخدش تقريبا 15 دقيقة في الفرن. نفردها بقى خالص اهي. لازم تفردها خالص عشان الطبقات تكون كلها مفرودة ومورقة كده من جوه وجميلة. شوفوا اهي. هناخدها بقى نحطها في الفرن ونعمل بقى التانية كمان برضك نفردها عما دي تطلع من الفرن. شوفوا التانية هنفردها. شوفوا ما شاء الله بكل سهولة. هنعمل برضك التالتة والرابعة بنفس الطريقة كده، ونشوفهم بقى ايه بعد ما يطلعوا من الفرن، ونشوف اول واحدة بعد ما دخلت الفرن هتطلع عاملة ازاي. شوفوا ما شاء الله جميلة وفردها حلوة اهو. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك يعني. شوفوا تسويتها جميلة وخفيفة جدا اهي. هناخدها بقى نطلعها كده على اي حاجة تانية او بنفس الصاج، بس عشان كنا هنسوي برضك التانيين فيه. هناخدها بقى نحطها كده. شوفوا ما شاء الله جميلة ومنفوشة ومورقة وحلوة قوي. هنغطيها اول ما تطلع من الفرن كده، لازم تغطيها بحاجة علشان ايه تهدى كده من الفرن وما تنشفش. نغطيها بقى اهو على ما التانيين بقى يطلعوا ونشوفهم. شوفوا ما شاء الله الجمال. شوفوا اللهم بارك. شوفوا ما شاء الله الفطيرة عاملة ازاي، طرية اهي وحمرها من تحت حلو. وشوفوا قد ايه خفيفة في ايدي ومورقة من جوه. شوفوا ما شاء الله. يلا يلا بقى عايزاكم تجربوها. دي بقى بتتاكل جنب جبنة، جنب عسل اسود، عسل ابيض، اللي انت حباه. يلا بقى عايزاكم تجربوها وتقولوا ايه رأيكم فيها في التعليقات. وعايزة اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، وكنتم مع ام ياسمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.